يحرموهم، حرموا شبابي وقهروهم. اما الشعب فيق قال لازم نقف لبلادي، لازم نغير، لازم نثور، وقف صف واحد وبصوت عالي قال ديجاج ديجاج للظلم والكتمان. كلمته اختار يعيش حر، بنى بلاد جديدة، كلمته فيها الأساس، هدايا الحرية ليا والجيراني، مصر وليبيا، سوريا واليمن، غيرها وغيرها. فما شكون ما حبليش الفرحة وحسدني على ضحكتي بعد دمعتي، حب يسرق مني ثورتي ويفتن بين ولادي. أما الشعب مازال فايق واقف، عارف طريقه وعارف اللي يقوته في وحدة صفه، ومهما حاول بعد يشكل، مهما حاول بعد يشكل، تبقى شمعة الثورة تذو عليا. عاشت ليبيا 50 سنة ظلم وحرمان، وعاد شعبي قهر وفقر، قرر انه يقول كلمة الحق وقال لا للطاغية، بس مش عارف كيف الامور تحولت الفتنة، صارت الاجانب بدها تنهب خيرات ارضي وشعلوا الفتنة في البلد. ده انا حكايتي حكايه يا اخوانا. انا كنت توهمت في يوم اني تنفست الحريه، يوم خرج شعبي في 25 يناير واسقط النظام الفاسد. النظام ده شتت شعبي، نشر فيه الفتنه، سرق لي ثروتي. شتت شعبي، نشر فيه الفتنه، سرق لي ثروتي وسلب من شخصيته، خلى شعبي بلا روح. ساعتها الشعب قام بانتخابات شرعيه واختار مين يمثله. بس جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، دخل الجيش وعمل انقلاب على اراده الشعب. مش بس كده، حتى انه حطم احلامي واحلام شعبي. الشعب السوري مثله مثل اي شعب، بده يعيش بامان، بحريه وكرامه، بس هالنظام هالنظام الفاسد الله يلعنه، اما صوت سمي ومحترم اراده شعبي، ادى لرجالي، رمى الحريمي، شرد اطفالي ودمر عائلاتي، حرقني وشتتني وهيك خلفتني بارضي. فلسطين وارضي سابقة ودافع، يا للعرب يا للعرب يا للعرب، حتى وإن نسيتمونا سابقة ودافع حتى التحرير، حتى التحرير، حتى التحرير. يا مسورين افلام كشفت هلا، يقولوا اللي يحبوا يهمشوا ويسبوا ولا فايدة تحفزنا، يا بايعين الكلام يا مصورين افلام كشفت هالايام، خدكم التحريري فتاك وتدميري، التصوير اظلام، التصوير اظلام، التصوير اظلام. نسيناها بصراعاتنا تلهينا.